ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بعلبه الكاندي او اي علبه صفيح هنقدر نعمل بيها فكره عمليه جدا هتنفعنا قوي في البيت. اول حاجه هشيل الجزء اللي فوق ده. انا استخدمت فيه المقص، ممكن نستخدم فيه الفتاحه اللي هي بتاعت العلب دي، بس انا مش عندي فاستخدمت المقص وشلتها بمنتهى السهوله، يعني ما كانتش فيها صعوبه قوي. هشيلها كده بالطريقه دي. وبعد ما هنشيلها هندخل الاجزاء اللي باقيه لجوه، عشان بس هي كده كده اصلا مش هتبقى باينه قوي الجزء ده في الفكره، بس انا كنت محتاجه اشيل الجزء ده علشان بس اكمل ايه، ان انا اعرف اكمل الخطوات. لكن عامه مش هيبقى باين اصلا بق الازازه العلبه دي خالص. بعد كده جبت رمله وهحط فيها حبه عشان بس تتقلها معايا، وبعد كده مش اي حاجه توقعها يعني، فحطيت حبه رمله زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده دي صفايه حوض، انا بصراحه كانت موجوده عندي قديمه فشلت، يعني ظبطتها واستخدمتها. لو مش موجوده عندنا ممكن نجيبها طبعا من عند اللي بيبيع الحاجات بتاعه السباكه. وبعد كده هبدا ارش العلبه بالسبراي. ممكن نلونها لو متاح عندي الوان الونها، لو مش متاح ومتاح عندي سبراي استخدمه كده بالشكل ده. النوع ده كويس جدا وتوزيعه جميل وبينشف بمنتهى السرعة. وفي منه طبعا الفضي والذهبي، وموجود عند الموان عادي جدا، وسعره مش غالي. رشيتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هستنى شوية وبعد كده بصوا انا استخدمتها بقى، تتخيلوا ايه؟ استخدمتها مبخرة. انا بحب البخور جدا وكان عندي مشكلة ان البخور بيوقع في كل حتة، فدي كده امان جدا لان هو هيوقع البخور، هيوقع الرماد يعني اللي هينزل في الاخرام دي. وطبعا متثبته كويس لانها مليانه رمل. ايه رايكم؟ مستنيه رايكم في الكومنتات، ولو ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بعمله. واستنوني في فيديو جديد وفكره جديده. باي باي.